السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عاملين إيه يا حبايب قلبي؟ يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال. بحبكم في الله، ربنا يبارك فيكم يا رب ويجبر خاطركم جبرا يتعجب لها أهل السماوات والأرض. بحبكم في الله، ربنا يديمكم نعمة في حياتي ما تحرمش منكم أبدا أبدا أبدا. ما تنسوش كده تصلوا على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا سيدي يا شفيعي يا رسول الله. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. أنا وكل السامعين اللهم آمين يا رب العالمين. ربنا يكبر خواطرنا وخواطركم جميعا، اللهم آمين يا رب العالمين. ربنا يبارك في شباب قريتنا وشباب العزب اللي جنبينا أجوارنا كده يا حبايبي. طبعا دول دي شرف لبلدنا، ويعني بصوا حاجة كده حلوة كده ان هم بقالهم شهرين كده بيلموا عربيات اللي هي النقل دي لفلسطين وغزة. يعني العربيات دي هيبعتوها فلسطين وغزة. يا رب كده توصلهم كده ان شاء الله يتهنوا بيها. اللهم امين يا رب العالمين. وربنا يكبر كل واحد، يا رب يكبر خاطر كل واحد ساهم وساعد، لو حتى كمساعدة كده ان هو يشيل ويحط بس في العربيات دي تكفي كبيرة قوي. وربنا يبارك فينا كلنا، اللهم امين يا رب العالمين. وفي كل حد ساهم، انا وكل المسلمين اجمعين اللي ساهم حتى بجنيه. بجنيه دي حاجة يعني حلوة كده من عند ربنا، ان انت تساهم بجنيه واحد. يعني بصي يعني حط لقمة كده في بق حد من فلسطين وغزة. ده حاجة كبيرة قوي وحاجة حلوة قوي. فربنا يبارك في كل حد يا رب ساهم، اللهم امين يا رب العالمين. ويجعله في ميزان حسناتهم ويجعله في ميزان حسناتنا كلنا جميعا، اللهم امين يا رب العالمين. الواحد بايده، بصوا يا حبايبي، لو الواحد بايده والله بجد، لو الواحد بايده كده والحمد لله يا رب فضل ونعمة ساهم على قد ما يقدر. لو الواحد بإيده إن هو يساهم، هيساهم بعربية لوحده. والله لو لقيت طايلة، لو الواحد يساهم بعربية كده لوحده. فربنا يكبر بخاطركم كلكم، كل اللي ساهم وكل اللي ساعد وكل اللي حط ايده في اي حاجة. الاهل فلسطين واخواتنا، واهل غزة اخواتنا كلهم اخواتنا. ربنا يبارك فيهم يا رب، اللهم امين يا رب العالمين. طبعا حاجة كده مشرفة، حاجة كده تفرح، حاجة كده تفرح القلوب. والله انا كنت واقفة كده بصراحة، اللي بتصور رهف بنتي تصوير زي مش عارفه، هي قالت لي ماما هات التليفون اصور، وانا كنت لسه فوق. فما نزلت لقيتها صورت. فكانت بقى خلاص العربيات بقى خلاص في الاواخر، انا كنت نازله في الاخر اصلا. لان كنت محرجه ان انا انزل في الاول بصراحه، ومش كنت فاضيه. كان سفيان صاحبي بيعيط، وبعدين ايه قلت هنزل بعدين. فنزلت بقى في التشاطيب كده يا حبايبي وهم بيخلصوا، فهي صورت تصوير الحلو يعني على قدها. انا مش عارفه هي كانت بتصور ازاي بصراحه، بس التصوير حلو نوعا ما. انا بنزل الفيديو ده مش عشان حاجه يعني. انا يعني اي حد هيسمع الفيديو لو هو يقدر على اي مساهمه ويقترح الموضوع ده على اهل بلده، مش على اهل بلد، على اهل بلده. يعمل الموضوع ده ان هو يساهم لو بجنيه او لو بربع جنيه. انا طبعا واقفه انا وسوفي هناك اهو، راف بتصورني اللي هي روف. طبعا لو هتساهمي بجنيه واحد لأهل بلدك، مش أنا اللي واقفة بصراحة، لا دي مش أنا. بس دي سوف حد شايله يعني. هتساهمي بجنيه أو هتساهم بجنيه أو هتساهم بصوا بأقل حاجة معاكم. ده حاجة بتفرح والله العظيم. الواحد كان هيعيط من الفرحة، ويعني بصوا جسمي كان بصراحة كده بيقشعر من الفرحة. ليه الحاجات المشرفة دي العربيات وقرية الميه طبعا. دي هدية لحبايبنا، وهدية اهي هدية أهالينا قرية الميهي وابو داهش وابو عبد. يعني العزب دي اللي أجورني يا حبايبي، دي العزب. يعني احنا بلد جنبنا كده كم عزبة، احنا بلد يعني مش كبيرة قوي. كم عزبة كده، 3 4 عزب كده برضو ساهموا، واللي ساهم بجنيه واللي ساهم بإيده كده ويجي يحمل وكده يعني. فربنا يبارك فيهم يا رب، اللهم امين يا رب العالمين. حاجة مشرفة لأهل بلدنا واخواتنا وكل اللي ساهم وكل اللي فكر في الموضوع ان هو يلمه اصلا وكده.
ده حاجة حلوة، ربنا يبارك في الأستاذ محمود والأستاذ محمد والناس دي كلها، هي اللي كانت ماسكة عهدة الحاجة، وبتلم وبيكيسوا بقى شكاير ويجيبوا رز ومكرونة وحاجات من دي كلها. فربنا يكرم الجميع يا رب، اللهم امين يا رب العالمين. طبعا اهالينا في غزة زي ما انتوا شايفين كده حاجة مشرفة لاخواتنا وحبايبنا، ربنا ينصرهم نصرا عجيبا يتعجب لها اهل السماوات والارض، اللهم امين يا رب العالمين. ربنا يدخل الفرحة على قلوبهم ويرحم موتاهم، ويرحم كل عزيز غالي افتقدوه، وبكفاية كده عليهم قوي قوي اللي هم شافوه. فربنا يبعد عنهم كل حاجة وحشة وكل أذى يا رب، اللهم آمين يا رب العالمين. ده طبعا كل الشباب صغار كبار كله كان بيساهم. طبعا طلعت عربيات اللي هم نص نقل دول من البلد، والعزب اللي هي جوارنا دي طبعا، كل واحد ساهم بكل حاجة يعني، بفلوس بأي حاجات كده يعني. فربنا يجعله في كل ميزان حسنات كل واحد ساهم. فانا حبيت ان انا انزل المقطع ده، هو عندي من زمان بصراحة، بقاله كام اسبوع، بقاله اسبوعين بقاله اسبوعين 3، بس ان انا حبيت ان انا انزله عشان يعني ده زي اقتراح كده يا حبايبي، اللي عايز يقترح يقترح ايه يقترح دي يقترح على اهل بلده ان هو ايه، اللهم صل على النبي، يعمل حاجة زي كده. لو عربية واحدة بتطلع، كله هيوصل بإذن الله بفضل الله، كل حاجة بفضل الله، وكل حاجة ماشية بستر ربنا. ربنا يسترنا في الدنيا وفي الآخرة، اللهم آمين يا رب العالمين. وربنا يجعله في ميزان الحسنات الجميع، اللهم آمين يا رب العالمين. طبعا ما تنسوش تحطوا له لايك ودعوة حلوة من قلوبكم بتيسير الحال ليا وليكم، اللهم آمين يا رب العالمين. وربنا يبارك فيكم جميعا ويكبر خواطركم، اللهم امين يا رب العالمين. طبعا اخواتنا خلصوا، ده في ضرب، ده في شكل حصلت يعني، مفيش يعني الكل بقى ايه، العربيات كده خلاص طالعة وخلاص كله. والعربيات بقى بصوا حاجات بقى حلوة بقى لفلسطين وكده، أغاني كانت شغالة وحاجات حلوة خالص، وحاجات زي ما انتوا شايفين كده، عربيات نص نقل دي طالعة من البلد كده مليانة محملة، واخواتنا واهالي البلد والعزب وكل اللي ساهم يعني ماشي معاهم لعند ما يوصلوهم لبر الامان. ربنا يبارك في الجميع يا رب، اللهم امين يا رب العالمين. طبعا انا بفتح الشباك بظروفها كده يا حبايبي، بصوا انا قلبي ضعيف جدا جدا يعني، لقيت عصفورة زي ما انتوا شايفين كده بصراحة. يعني العصفورة دايما بتيجي تحت مفرش الشباك كده وتيجي تقعد كده هي وايه وتبيض وكلام من ده وتفقس. طبعا كان في عصفورة صغيرة، انا استحرمت ان انا ارميها بصراحة بالقش كده، على الرغم ان هي منيلة الدنيا، بس غطيت عليها تاني بالمفرش وسبتها زي ما هي. قلب الواحد ضعيف جدا جدا والله يا حبايبي. حرام يعني، حرام استحرمت ان انا ارميها والفراخ تاكل يعني، تاكلها ورق او كلام من ده. فقلت لا، ما تطلع ريش وتطير براحتها كده، وبعد كده برمي القش والحاجات دي. فالحمد لله على نعمة يعني حسن القلب، طيبة القلب، يعني رهافة القلب. احنا طبعا كلنا قلبنا رهيف، في معظمنا قلب رهيف وقلب جامد. طبعا الواحد بيصعب عليه اي حاجة اي حاجة، دي نعمة من عند ربنا. طبعا كان عندي شوية تكميلات كده في المطبخ يا حبايبي، وكان عندي شوية حاجات كده عايزة اعملهم، دي تكملة فيديوهات اللي فاتت. طبعا انا نفسيتي اليومين دول ويعني تحت الصفر، فما صورتش اصلا جديد. فباذن الله هصور لكم جديد، وهيبقى في حاجات جديده وافرش شقتي على جية جوزي وكلام من ده وكله. ونفسي اروح اجيبه والله من المطار بصراحه، بس هما بيرضوش. عايزه اجيبه كده واصور لكم كده لقطتنا كده ولقطه ولادي وهما بيشوفوا باباهم وكلام من ده كله. فهو مش عارفه ما بيرضاش ليه، بيجي هو يعني. فلو حصل نصيب هروح اجيبه انا والولاد، لو ما حصلش نصيب فانا بصوا برضه بكل حاجه ربنا قسمها لي. ربنا مش رايد ان انا اروح، ربنا رايد ان هو يجي على سلامته هو وكل متغرب يا رب، اللهم امين يا رب العالمين. اللهم امين يا رب العالمين، ربنا يرزقهم جميعا، اللهم امين يا رب العالمين. طبعا هو عايز يجي من فتره كبيره، من فتره، بس طبعا مش موضوع الشغل معجز معاه جدا وكده، والشغل مش مظبط. فهو عايز يجي، بس كان هينزل قبل العيد يعيد معانا، بس الحجز كان غالي جدا يا حبايبي.
فربنا يكبر خاطركم جبرا يتعجب لها اهل السماوات والارض، احنا وانتوا، ويحقق لكم كل اللي بتتمنوه، انا وانتوا وامه محمد. اللهم امين يا رب العالمين. ربنا يكرمنا كده بزياره النبي عليه افضل الصلاه والسلام. اللهم امين يا رب العالمين. طبعا قومي وشجعي كده، بص كل شويه كده غيري في مطبخك، غيري في بيتك، غيري في شقتك، ما تفضليش كده. يا بصوا التغيير حلو جدا يا حبايبي. لازم كده تغيري من بيتك، من يعني بصوا الأوضة تغيريها، تخلي السرير هنا، الدولاب هنا، تحس بتغيير في حياتك. أما كل حاجة في مكانها كده مش هتحس بتغيير طبعا. لازم نبقى للأحسن، نتقدم للأحسن. طبعا الورق ده أنا كنت لازقاه من فترة بشمع كده يا حبايبي، بس أنا حاولت إن أنا أشيله عشان بصراحة زهقت منه قدام عينيا. مش مش كنت عايزة أشوفه قدام عينيا يعني. الحاجة ما بزهق منها بحب بقى خلاص أشيلها وأغيرها. هو كان ملزوق وكان حلو وكان مية مية، بس انا ان انا حبيت ان انا اشيله. هو كان وردي كده وزينة. هشيله بقى واشيل الشمع ده بالراحة كده، هيطلع معايا بكل سهولة. وبعد كده بقى ايه، يبقى إيه المطبخ قدام عيني زي ما انتوا شايفين كده. آه آه يعني صافي حلو كده. وامسحه كده زي ما انا بمسحه بجاز، بوصفة، باي حاجة بمسحه، مش بجيب له اي حاجة من اي محل وكده يعني. بس كده يا حبايبي، وصلت معايا لعند هنا. متنسوش تحطوا لي لايك ودعوة حلوة من قلوبكم ليا بتيسير الحال، وليا وليكم. اللهم امين يا رب العالمين. طبعا حبيت برضو ان انا اغير شوية رفوف من هنا، حاجة من هنا اوديها هنا كده يعني، يبقى في تغيير يا حبايبي. من هنا اودي هنا كده يعني. يعني الخلاط كان اليمة التانية جبته اليمة دي. يبقى في تغيير، تحس التغيير في حياتك. ربنا يعيننا ويقوينا ويخلينا كده لولادنا، ونربيهم احلى تربيه. اللهم امين يا رب العالمين. ونكبرهم ونجوزهم كده ونفرح بيهم، وبعد كده مش عايزين حاجه من الدنيا غير حسن الخاتمه. وربنا يرزقنا ويرزقكم كل اللي بتتمنوه. اللهم امين يا رب العالمين. دعوه حلوه لاختكم ميسه، تيسير الحال، وربنا يشفينا ويشفي مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم امين يا رب العالمين. حطوا لي لايك كده، كومنت حلو. لسه مشتركش تشتركوا في قناة يوميات ميساء وأولادها. طبعا أنا كنت غسل المعالق دي كلها معاكم كنت حاطه له وصفة كده، كربونات وملح ليمون وحاجات من ديت وشوية بريل كده، وغسلتهم وبمية سخنة كده عشان المعالق السلسلين دول تلضي معاكي. وبعد كده حطيتهم نشفوا، وغسلت كده المنظم بتاع المعالق ده حلو جدا. ونظم بقى المعالق، احط السكاكين لوحدها، الشوك، المعالق الصغيرة بتاعت الشاي كله كده لوحده، وكل حاجة تبقى في مكانها كده زي ما انتوا شايفين. واروق الدنيا حواليا كده وخلاص. ان شاء الله يعني استعدوا بقى للفيديوهات الجاية. فيديوهات فرش شقتي، فرش مطبخي، فرش صالتي، حاجات من دي كده. جايبة حاجات، بعض حاجات كده بسيطة، بس ان شاء الله بإذن الله تكون احسن واحسن. وتبقى حاجة كده مغيرة يعني، تغيير كده قدام العين. تبقى حاجة حلوة. ربنا يكرمنا ويكرمكم، ويحقق لكم كل اللي بتتمنوه يا حبايبي يا رب. اللهم امين يا رب العالمين. بحبكم في الله، واشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.